الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. سبحانه سبحانه بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا رب أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أوزاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد لك يا سيدي يا أبا القاسم أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الظلمة، فكشف الله بك عن هذه الأمة الغمة. جاهدت في سبيل ربك حتى أتاك اليقين، فاللهم يا ربنا جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد أيها الإخوة الأخيار أحباب النبي المختار، أوصيكم ونفسي بتقوى العزيز الغفار الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه. تعالوا بنا أيها الإخوة الأخيار نتحدث عن سنن الله تبارك وتعالى الكونية. نعم ربنا تبارك وتعالى له في خلقه شؤون وله في خلقه حكم. يسأل أبو بكر الصديق يوما: يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ فقال أبو بكر الصديق: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له: يا أبا بكر فكيف عرفته؟ فقال: العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. حينما تعجز عن إدراك حقيقة الله عز وجل، حينما تعجز عن إدراك كون الله عز وجل، هذا هو عين الإدراك، لأنك مخلوق ضعيف. فكيف لهذا المخلوق الضعيف أن يدرك حقيقة الخالق جل وعلا؟ العجز عن الإدراك إدراك. حينما تعجز قدرتك وقوتك ويقف عقلك عند هذا الحد، فهذا هو عين الإدراك لحقيقة الله جل وعلا. قال: والعجز عن الإدراك إدراك، والبحث ذات الله إشراك. حينما تبحث في ذات الله عز وجل، هذا يودي بك إلى الموارد وإلى المهالك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، أي تفكر في هذه الآلاء، في هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. يقول ربنا: فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. انظر في هذا الكون الفسيح وتأمل قدرة الله عز وجل، كما قال القائل: تأمل في نبات الأرض وانظر
إلى آثار ما صنع المليك، إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصارهن الذهب سبيك، على قد زبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وفي كل آية له سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهو سبحانه الواحد الأحد، لا كما زعم بعض كين أن الله أو أن هذا المعبود إلهين اثنين، فربنا هو الواحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يصلي عند الكعبة، وإذا به في سجوده يدعو الله قائلا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، فسمع أحد كينا النبي وهو يصلي ويقول يا رحمن يا رحيم، فقال يزعم محمدا وأصحابه أنهم يعبدون إلها واحدا، وها هو محمد يدعو إلهين اثنين فيقول يا رحمن يا رحيم، وعمال يقول لنا اعبدوا الله وحده، وعمال يقول في صلاته يا رحمن يا رحيم، ده كده بيدعو ايه؟ إلهين. فكيف يدعون إلى عبادة الله الواحد هو يدعو في صلاته إلهين اثنين فيقول يا رحمن ويا رحيم؟ فأنزل الله قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني تقول يا الله، تقول يا رحمن، تقول يا رحيم، تقول يا مغيث، تقول يا حي يا قيوم، ده مش اسمين بس، ده له أسماء حسنى 99 اسم وأكثر من ذلك، فهذه أسماء لمسمى واحد وهو الله تبارك وتعالى، وهو الله تبارك وتعالى. يسأل الإمام علي كرم الله وجهه يا إمام هل رأيت ربك؟ فقال الإمام علي وكيف أعبد من لا أرى؟ كيف أعبد من لا أرى؟ فقيل له وكيف رأيته؟ وكيف رأيته؟ قال الإمام علي كرم الله وجهه إذا كانت عيون لا تراه بشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. إذا كانت العيون لا ترى الله عز وجل بمشاهدة العيان كما نقول في العامية عيانا بيانا، فإن القلوب تراه سبحانه وتعالى، فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. سبحان ربي سبحان ربي لا يدرك بالحواس، لا يدرك بهذه الحواس بالسمع أو البصر، لا يقدر أن تدرك حقيقة الله أو ترى الله عز وجل. قال سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالمقياس، ليس فوقه شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء. سبحانه سبحانه سل الواحة الخضراء والماء جارية وهادي الصحاري والجبال الرواسية، سل الرود بستانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، كما قال ربنا
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أي امتد هذا الليل بظلامه ولم يكن هناك نهار، وصارت الدنيا كلها ليل في ليل، ظلام في ظلام. قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار، يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ من الذي يقدر أن يأتيكم بهذا النهار الواضح؟ أفلا تسمعون؟ ثم قال الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وذكر ربنا تبارك وتعالى مع الليل حاسة السمع، فقال أفلا تسمعون حينما تحدث عن الليل، لأن هذه هي الحاسة التي تعمل في الظلام، وهي حاسة السمع. وحينما تحدث عن النهار وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه قال أفلا تبصرون. وذكر الحاسة التي تعمل في النهار في الصبح الواضح وهي حاسة البصر، أفلا تبصرون؟ كلام حكيم من لدن حكيم خبير. فسنن الله عز وجل في كونه كثيرة لا تعد ولا تحصى. يقال أن الإنسان له في حلقه قناتان، أو قناة هضمية وقصبة هوائية. لكل إنسان هنا قناة هضمية وقصبة هوائية. لو أخطأ الطعام الذي هو مخصص له أن يدخل في القناة الهضمية، لو أخطأ ودخل بالغلط في القصبة الهوائية لمات الإنسان على الفور. سبحان الله، قناتان متجاورتان، هذه يدخل فيها الطعام وهذه أو تلك يدخل منها الهواء، فلو دخل الطعام في القصبة الهوائية لمات الإنسان على الفور. لكنها قدرة الله عز وجل، قدرة الله جعل لسان ما يسمى بالمزمار أو لسان المزمار أو اللهاه، هذه اللحمة المتدلاه في أسفل الحنك من الأعلى، هذه تجعل أو تقف حاجزا لتحول الطعام إلى القناة الهضمية وتجعل النفس يدخل من القصبة الهوائية. لذلك الإنسان ما يشرب مية كده وتلاقيه بيشرب ولو زاد الشرج عليه يقول لك أنا خلاص نفس هيطلع. ليه؟ أصل سكتة مية بدل ما تخش في القناة الهضمية دخلت في القصبة الهوائية غيرت مجراها، لذلك شرج. لو زادت هذه الشرجة يموت. فمن الذي جعل هذه اللهاه المسؤولة عن تحويل الطعام للقناة الهضمية؟ إنه الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى له في خلقه شؤون وله في خلقه حكم. ولله در القائل حيث قال لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليك هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا ما حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرضاك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. كل بصير وكان يحذر حفرة فهوى بك ما الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. وكل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك.
لك ما الذي أبكاك؟ بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم اللبن، من ذا الذي صفاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفس سمه فاسأله يا ثعبان من بسموم حشاك، واسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. ذاك هو الله تبارك وتعالى، ذاك هو الله. أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، لا إله غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ففي هذا الكون الفسيح فيه آيات كبرى تدل على أن لهذا الكون خالق، وأن لهذا الكون واجد أوجده. إذا علينا أن نسبح الله تبارك وتعالى وأن نعبده حق عبادته، فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وسخر له كل ما في الكون، وجعل هذا الإنسان مسخر لله. ما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا لعبادته، فلذلك يجب علينا أن نعبد الله عز وجل، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.